حكيم زياش. في صفقة هزت الأوساط الكروية داخل المغرب وخارجه، أعلن نادي الوداد الرياضي رسمياً عن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش في خطوة وصفت بأنها عودة الأسطورة إلى الجذور. ومع هذا الانتقال التاريخي، يستعيد الدوري المغربي أحد أبرز أبناء جيله بعدما جاب أكبر ملاعب أوروبا وترك بصمته في ذاكرة عشاق المستديرة. الانفجار الحقيقي جاء عندما انتقل إلى أياكس أمستردام سنة 2016، وهناك كتب زياش فصول المجد. قاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، وسحر جماهير القارة بتمريراته الخيالية وتسديداته الماكرة. في أياكس أصبح رمزاً فنياً وروحياً، وقائداً لا يهاب المواعيد الكبرى ليحمل لقب المايسترو المغربي. ثم جاءت تجربة تشيلسي الإنجليزي، حيث حقق زياش حلم كل لاعب محترف باللعب في الدوري الأقوى بالعالم. رغم الإصابات والمنافسة الشرسة، سجل أهدافاً حاسمة في البريمير ليج، ورفع دوري أبطال أوروبا سنة 2021 ليصبح ضمن قلة من اللاعبين المغاربة الذين توجوا بأمجد البطولات القارية. أما مع المنتخب المغربي، فكان حكيم أحد أبطال ملحمة مونديال قطر 2022، مسهماً في صناعة التاريخ كجزء من الجيل الذي قاد الأسود إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ إفريقيا والعرب. لقطته، روحه القتالية وإصراره على تمثيل المغرب جعلته أيقونة وطنية حقيقية. واليوم بعودته إلى الوداد الرياضي، يفتح زياش صفحة جديدة مليئة بالعواطف والرمزية. جماهير الحمراء تنتظر أن تراه ينسج سحره في دنور، وأن يكون القائد الذي يعيد الوداد إلى قمة المجد القاري. إنها ليست مجرد صفقة، بل عودة الروح إلى الكرة المغربية، وعودة الساحر إلى موطن العشق الأول.